السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة يوكا كروشيه. وحشتوني جدا جدا وعارفة ان اتأخرت عليكم. بس ان شاء الله نكمل مع بعض الفترة الجاية. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل السليبر ده. لذيذ جدا وألوانه كمان جميلة، والغرزة بتاعته بتدفي جدا. والأحلى من ده كله ان طريقته سهلة جدا جدا، بيتعمل من قطعة واحدة بس وبنقفلها في الآخر بالشكل ده، وبيطلع معانا بالشكل الجميل ده. قبل ما نبدأ في الطريقة، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي آية ودي قناتي. ما تنسوش لايك واشتراك لو عجبكم الفيديو. هشتغل بإبرة مقاس 3 وخيط صوف متوسط السمك، ودي الألوان اللي أنا هستخدمها. طبعا تدريج الألوان واختيار الألوان دي طبعا ترجع لذوقك. فهنبدأ مع بعض الأول ان احنا هنعمل 56 سلسلة، ده لمقاس الرجل اللي هي بتبقى من 38 39. اذا حابة تزودي مقاس الرجل عن كده هنزود 3 سلاسل، اذا كانت اكبر من كده هنزود 6 سلاسل. واذا حابين ننقص برضو هننقص بالثلاث سلاسل. فدلوقتي هبدأ اعمل 56 سلسلة. هنا كملت ال56 سلسلة، وبعد كده هبدأ ارتفع. يعني هحط هنا ايدي على اخر سلسلة اشتغلتها بالشكل ده، وهبدأ ان انا ارتفع 3 سلاسل. 1 2 3. الثلاث سلاسل دول عبارة عن عمود. هلف الخيط على الإبرة واجي عند آخر سلسلة اشتغلتها في ال56 سلسلة، وهشتغل عمود بلفة بالشكل ده. واللي بعدها برضو هشتغل عمود بلفة، وهكمل باقي السطر كله عمود بلفة. فوق كل سلسلة هشتغل عمود بلفة واحد. يعني هشتغل فوق ال56 سلسلة 56 عمود بلفة. كده بعد ما اشتغلنا فوق كل سلسلة عمود بلفة بقى عندنا 56 عمود بلفة. جينا هنا لآخر عمود عملناه هنشتغل 3 سلسلة. 1 2 3، وهنلف الشغل بالشكل ده، ونبدأ نشتغل فوق أول عمود. هنشتغل بريد أمامي أو عمود أمامي. هندخل هنا من تحت العمود بالشكل ده اهوت. هنخلي العمود هنا ونعدي بالإبرة كده بالشكل ده، ونسحب الخيط ونعمل عمود بلف. ده بقى عمود أمامي. والغرزة اللي بعدها أو العمود اللي بعده هنشتغل عمود خلفي أو بريد خلفي. هنيجي من مش هنشتغل من قدام، من هنا هنيجي من الخلف بالشكل ده، وندخل بالإبرة ونخلي العمود ده تحت الإبرة بالشكل ده، ونسحب الخيط ونعمل بريد خلفي أو عمود خلفي. تاني هنشتغل العمود اللي بعده أمامي، بريد أمامي بالشكل ده. هنعدي من تحت العمود كده ونسحب الخيط ونشتغل عمود، واللي بعده هنشتغل عمود خلفي أو بريد خلفي بالشكل ده. تاني اللي بعده بريد أمامي، واللي بعده بريد خلفي. هنشتغل عمود أمامي وعمود خلفي.
هنكمل الصف ده كله عمود امامي وعمود خلفي، عمود امامي وعمود خلفي، لحد ما نيجي عند اخر عمود وهنشوف هنشتغل فوقيه ايه. هنا قربنا على نهاية الصف، وبكمل بنفس الطريقة بريد امامي وبريد خلفي. كده اشتغلت اخر حاجة بريد خلفي، هشتغل اللي بعده امامي، واللي بعده خلفي، واللي بعده هشتغل بريد امامي. وهنا اتبقى معانا الثلاث سلاسل الارتفاع اللي كانوا زيادة فوق ال56 سلسلة، هشتغل فوق السلسلة رقم 3 عمود بلف بالشكل ده. كده خلصت السطر الاول عمود بلف، عمود امامي وعمود خلفي. هبدأ اشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، وده الارتفاع معايا، وهلف الشغل واشتغل فوق كل عمود او بريد امامي هشتغل فوقيه بريد امامي، والبريد الخلفي هشتغل فوقيه بريد خلفي. هشوف هنا اول حاجة قدامي البريد الخلفي، هشتغل بريد خلفي. هنا اول حاجة قدامي هنا بريد خلفي، هشتغل كده بريد خلفي. واللي هنا بريد امامي هشتغل فوقيه بريد امامي اهو. والخلفي هشتغل برضو فوقيه عمود خلفي. فوق كل عمود امامي هشتغل عمود امامي، والعمود الخلفي هشتغل فوقيه عمود خلفي بالشكل ده. هكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود امامي عمود امامي، والعمود الخلفي هشتغل فوقيه عمود خلفي. مكملين بنفس الطريقة أعمدة أمامية وأعمدة خلفية، فوق كل عمود أمامي عمود أمامي، وفوق كل عمود خلفي عمود خلفي. خلاص كده قربت على نهاية الصف. آخر حاجة عندي العمود الخلفي ده، وهنا الثلاث سلاسل ارتفاع اللي أنا برتفعهم بعد يعني في آخر كل سطر برتفع الثلاث سلاسل علشان ألف الشغل. الثلاث سلاسل دول هشتغل فوق السلسلة رقم 3 عمود بلف بالشكل ده. هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل كده، وبرضو هكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود امامي عمود امامي، وفوق كل عمود خلفي عمود خلفي. وهكمل كده كام سطر؟ هكمل 5 اسطر، يعني هعد كده الاعمدة الاسطر بتاعت الاعمدة الامامية والخلفية، هشتغل 5 اسطر بنفس اللون ده علشان نبدأ ندخل الالوان التانية اللي معانا. هشتغل كده 5 اسطر كده، 1 2، ده السطر التالت. هشتغل كمان سطرين فوق السطر ده غير السطر اللي انا بشتغله ده، ونرجع نشوف هندخل الالوان التانية ازاي. وصلنا هنا لنهاية السطر الاخير من ال5 اسطر كده، عمود امامي. باقي معانا اخر حاجة في السطر ده اللي هو هنشتغل هنا عمود بلفة فوق السلسلة رقم 3 من سلاسل الارتفاع هنا.
بالشكل ده. هطلع من حلقتين بس، واخر حلقتين انا هبدأ ادخل اللون التاني. هنا بقى اخر الحلقتين دول هسحب اللون اللي انا هضيفه، اللي هو هنا هشتغل سطرين من اللون ده. وطبعا زي ما اتفقنا ان الالوان دي حاجة ترجعلك بالشكل ده. وهاجي هنا اقص الخيط اللي هو اللي كنت بشتغل بيه قبل كده، وهكمل برضو بنفس الطريقة. طبعا الخيوط دي هندريها في الاخر بإبرة التنظيف. هشتغل برضو 3 سلاسل وهلف القطعة بالشكل ده، وابدأ عندي اول عمود هنا عمود خلفي، هشتغل فوقيه عمود خلفي. واللي بعده عمود امامي هشتغل عمود امامي، وبنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها ال5 اسطر اللي فاتت هشتغل عمود امامي وعمود خلفي. وهشتغل باللون ده سطرين، السطر ده وهشتغل كمان عليه كمان سطر علشان نيجي نرجع نكمل بلون جديد. وبعد ما اشتغلت سطرين باللون الفيروزي ده هبدأ اقفل السطر ده بالشكل كده، وهسحب اللون الابيض وهشتغل بيه سطر واحد بس. هنا هقص الخيط الكتيرة دي، طبعا هنشتغل بإبرة التنظيف بعد ما نخلصها بالشكل ده. هشتغل برضو بنفس الطريقة واكمل باللون الابيض بس سطر واحد بس. كده خلصت سطر واحد باللون الابيض. هبدأ ادخل اللون الرمادي وبرضو هشتغل سطر واحد بس باللون الرمادي. كده عملت سطر رمادي. هبدأ اسحب اللون الابيض واشتغل بيه سطر، وبعد كده اسحب اللون اللي هو الفيروزي ده واشتغل بيه سطرين. هشتغل ده اللي هو سطر ابيض وسطرين فيروزي ونرجع نكمل مع بعض. وهنا بعد ما اشتغلت سطر باللون الابيض وسطرين باللون الفيروزي ده هبدأ ان انا اسحب اللون المستردة تاني وهشتغل 4 اسطر كده بالشكل ده. وهقص الخيط طبعا. هبدأ اشتغل بنفس الطريقة 4 اسطر، برضو اعمدة امامية واعمدة خلفية. كده هشتغل 4 اسطر من اللون المستردة ونرجع نشوف هنكمل ازاي. هنا بعد ما خلصت ال4 اسطر بقى معايا بالشكل ده. احنا هنا طبعا عدد الاسطر دي 16 سطر.
لو حابة تقللي المقاس عن كده طبعا ممكن تبدأي من 13 14 15 سطر على حسب ما تحبي، وعلى حسب برضو ترتيب الالوان او اشكال الالوان اصلا او الشكل عامة كله، ممكن يبقى كله لون واحد عادي. هنا بعد ما خلصت الاربع اسطر اللي باللون المستردة هبدأ اسحب اللون الابيض بالشكل ده، وهقص الخيط وهرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهبدأ اشتغل في السطر الجديد برضو بنفس الطريقة. العمود الامامي فوقيه عمود امامي والخلفي فوقيه عمود خلفي. هنا اهوت الشكل ده امامي وخلفي. بس بداية من هنا احنا مش هنشتغل السطر كامل زي ما كنا بنشتغل قبل كده، احنا هنشتغل لحد نص السطر بالظبط. هنقلب كده وهنشتغل لنص السطر هنا، هنشتغل لحد هنا بس، يعني هنشتغل 28 غرزة. الامامي فوقيه عمود امامي والخلفي فوقيه عمود خلفي بالطريقة دي. هكمل هنا لحد ما اوصل لنص السطر، وطبعا هنشتغل زي ما قلنا 28 غرزة لان احنا بادئين ب56 سلسلة. انا هنا وصلت لنص السطر زي ما قلنا اشتغلت 28 غرزة. هبدأ من اول هنا وارجع تاني، مش هكمل لبقية لنهاية السطر. هلف كده، هلف الشغل زي ما انا، وهشتغل 3 سلاسل، وده يعتبر هنا فوق اول عمود عندي. هبدأ بقى اشتغل برضو بنفس الطريقة فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي بالشكل ده. شكرا. حاضر بالشكل ده. هشتغل لنهاية السطر، واحنا هنا قلنا ان احنا اشتغلنا 16 سطر. برضو هشتغل باللون الابيض في لحد نص السطر بس، برضو 16 سطر، يعني هشتغل نفس المسافة دي، نفس المسافة دي هشتغلها باللون الابيض. يبقى هشتغل 16 سطر. اشتغلنا اول سطر هنا، وهكمل السطر اللي معايا هخليهم كلهم 16 سطر. وطبعا بنشتغل لحد نص السطر بس زي ما قلنا 28 غرزة. وهنا خلصت ال16 سطر اللي قلنا عليهم ارتفاع 16 سطر. وهنا اشتغلنا بس 28 غرزة لان احنا قلنا هنشتغل نص عدد الغرز بالطول ده بالشكل ده. وطبعا داريت الخيوط كلها، يعني تنظيف الخيوط ده شيء سهل. لو هنتكلم عن المقاس من غير ما نشد القطعة بتاعتنا كده او نفردها، هي كده كده هتمط اول ما تتلبس. هنشوف هنا حوالي 22 سنتي، والارتفاع ده حوالي 12 سنتي برضو، وده اكيد قده 12 سنتي. دلوقتي بس مش باقي لنا غير ان احنا هنقفل الفوتوير بتاعنا. احنا هنا علشان نطلعهم مظبوطين طبعا في رجل ورجل، فهنا الرجل الاولانية اللي انا عملتها واللي هو الجنب الابيض ده على اليمين، يعني الجنب الابيض هنا، وقفلته بالشكل ده. يعني الجنب الابيض اهوت، القطعة دي بجيبها هنا، بجيبها كده بالشكل ده. ده بالنسبة للرجل الاولى اللي انا عملتها دي، اللي هي دي معمولة بالطريقة دي، ان القطعة البيضة كانت على اليمين كده وجبتها بالشكل ده،
هنا كده كده، وهنقفل بقى الجنب ده والجنب ده. انما بقى علشان اكمل الجزء التاني او الرجل التانية بقلب دي كده، بخلي القطعة اللي هي المسافة اللي فيها دي اللي هي القطعة اللي لونها ابيض بخليها على ناحية الشمال، وبجيب دي كده كده اهيت، بجيب دي تبقى هنا كده، بقفل بالشكل ده. هبدأ ان انا اقفل من هنا، همشي كده كده بس يعني شوفي لحد نهاية الفيديو او لحد نهاية التقفيل قبل ما تبدأي، لان انا مش هقفل كده مرة واحدة. هنيجي هنا نعمل حاجة تانية علشان نقفلها صح، فهبدأ تقفيل من اول هنا. هجيب ابرة التنظيف وفيها الخيط بالشكل ده. هبدأ هنا هجيب، هنمشي طبعا بانتظام شوية، الغرزة قصتها غرزة بالشكل ده. هعمل هنا ربطة كده، وبعدين هبدأ اقفل كده زي ما اكون بخيط خياطة عادية خالص. حاولي ان انتي ما تاخديش جزء كبير علشان بس ما يكونش فيه كلكعة او حاجة في الرجل اهوت. وبرضه في نفس الوقت بقلل المسافة علشان يكون متخيط كويس. انا خلصت الجزء اللي ورا دوت، هنا خلصته خياطة بالشكل ده، وهكمل هنا من النعل من تحت هكمل خياطة. وعلشان ما اطولش عليكم الفيديو انا ماشية بنفس الطريقة بنفس طريقة الخياطة العادية جدا، وهوصل لحد هنا لحد اللون ده هنا كده. يعني هشتغل نفس الطريقة لحد هنا، وبعد كده نرجع نقفل الحتة دي كده لان هي فيها شوية حاجات. فهبدأ هنا اشتغل بنفس الطريقة اللي بخيط بيها الخياطة العادية خالص كده اهوت. فهكمل عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هكمل لحد هنا ونرجع نقفل بقيته مع بعض. خلاص كده وصلنا للنقطة اللي احنا اتفقنا عليها هنا اهوت. اشتغلت برضو بنفس الطريقة ونفس طريقة الخياطة وكل حاجة. مشينا هنا خياطة خياطة ووصلنا هنا. طبعا مش هنقفل بالطريقة دي لان يعني رجلنا من قدام مش عاملة كده، فهنجيب الحتة دي وهنقفل كده اهوت. هنجيب الطرف ده ونقفله هنا، هناخد غرزة هنا كده وبعدين نقفل الجنب ده والجنب ده اهوت بالشكل ده. ونقفل الجنب ده وبعدين نرجع نقفل بقية الجنب ده. بنخيط خياطة عادية خالص. عاوزة اقول لكم ان انا الفوتوير ده انا بادئاه تقريبا من قبل الشتاء ما يجي اصلا، و... وكان واقف على حاجة بسيطة جدا جدا، بس مش عارفة فيه ايه يعني.
حاجة كده قافلة النفس عن الواحد يشتغل ويرجع تاني. فدعواتكم كده بقى معايا، ربنا ييسر الحال ونرجع نشتغل تاني زي الأول. بسم الله. خيط خياطة عادية خالص اهوت. كده خلاص، اخد بس غرزة هنا كده. اكيد مش هنقص ونرجع تاني بقى، احنا هنمشي هنا تحت الغرز بالشكل دهوت علشان ما نقصش ونرجع نداري ونرجع نقص كده اهوت. هنمشي تحت الغرز بالشكل ده لحد ما نرجع تاني للنقطة دي علشان نقفل بقية الحتة اللي فاضلة دي. ايه. بالراحة بقى لان هو الخيط بيجي على الاخر كده ويعتبر ان هو فك اصلا. فواحدة واحدة كده شدوها كده بقى علشان ما تشدش اهوت. خلاص كده هبدأ بس اثبت الخيط دوت علشان اما اقصه ما يبقاش فيه حاجة زيادة. هثبته عادي اداريه يعني كأننا بننضف الخيوط. بس كده نقص الخيط. كمان هنداري بقية الخيط اللي هنا اللي هو خيط البداية اللي كنا بنخيط بيه. بالشكل ده هنقص الخيط برضو وهنبدأ نقلب اهوت. يبقى معانا بالشكل ده اهو زي ما قلنا. هو طبعا لما يتلبس يعني هياخد وضع الرجل وهيتفرد معانا عن كده خالص. بالشكل ده
وده اهوت. اذا حابه تخلي دي سوري اهو، زي ما قلنا ان هو الاتنين طبعا، لو دي يم بطن الرجل فهتبقى دي برضو يم بطن الرجل. لو حابه ان دي تبقى بره، يعني اللون الابيض ده يكون بره، هيبقى كده. وطبعا مفيهوش فردة يمين وشمال، هو بيبقى الاتنين زي بعض. فبالشكل ده معانا اهو. بس هو كده احلى يعني كده. وبكده نكون خلصنا الفوتوير بتاعنا او اللكلوك اهوت بالشكل ده. بسيط جدا وسهل جدا والله، ما فيهوش يعني، هو يا دوب غرزة واحدة. وطبعا بتمنى يكون عجبكم، ويكون الشرح وافي وبسيط وسهل، وتنفذوه ان شاء الله بكل سهولة. ومع السلامة.